السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أشارككم هذا الفيديو ويا رب ينال رضاكم وإعجابكم. راح أسوي وياكم بانية أو بامية، أنتم شو تسموها؟ إحنا نسميها بانية. أول شي راح نسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأغسل اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شي غسلت اللحم غسل زين، والدورة سلقته بالماء والبصل حتى اللحم ما يصير زفير، لأن اللي ينسلق بس بماء أنا أحسه زفر. أنا طبعا من أسلق اللحم لازم أخله وياه شوية بصل. هنا طبعا البصل يسحب ريحة الزفرة البي، وهاي راح أنقع وياكم الثوم مثل ما تشوفون. طبعا طريقته كلش حلوة الثوم، من تفلسي وهو منقع أحسن ما تفلسي رأسا. طبعا هاي مثل ما تشوفون نقعته فد 5 دقائق حتى يسهل تقشيره. وهنا البانية اللي فرزتها وياكم، حبيت اليوم أطبخها وياكم وراويكم شلون تصير. أبد لا تجزر عندي ولا تنمرد لا بالحمس ولا هاي. وهاي هنا الثوم مثل ما تشوفوا طبعا نقع وسهل علي تقشيره بعد ما نقعته تنقيعه زين، قلت لكم 5 دقائق. وهاي اللحم بدأ يغلي مثل ما تشوفون، وراح أخلط الطماطم بمحضرة الطعام. وهاي مكونات البانية. العفو، هنا لحم خليته على النار. طبعا مكونات الرئيس البانية ما تنطبخ أبد إذا مو لحم. اللي يقول لي لا أنا أحس البانية مو طيبة إذا مو وياها فد لحم ما تصير طيبة. يعني إذا ما عندك لحم لا تطبخيها، يعني مو قصة هو واحد يعني يريد يقول إلا لحم بس أنا أحس هالبانية ما تقعد إذا مو وياها لحم. هنا طبعا قلت لكم اللحم على النار خليته يغلي، وهاي المكونات بامية عندي وياها ثوم قشرته، وهنا ماي الطماطة وخاشوقتين أكل معجون. وطبعا البانية ما تحتاج أبد توابل، طعم البانية بيها لازم يظل، ما تحتاج توابل. بس احنا على مود اللحم راح أخلي شوية كاري، شوية يعني خلينا نقول نص خاشوقة شاي كاري. واليوم ما عندي ليمون طبعا طبختها، راح يعني ليمونة ما عندي. طبعا خليت البديل لا مندوز نسميه أو ملح الليمون، هم نص خاشوقة كوب، على مود تنطيها حموضة طيبة وتنطيها طعم كلش طيب. وطبعا هنا راح أخلي معجون الثوم خاشوقة كوب همات. إذا من أحمس اللحم راح أخليه قدامكم. هنا طبعا استوى اللحم، بديت أحمسه بمعجون الثوم والكاري، وراح أخلي البانية مثل ما تشوفونها. أكو ناس يقولون إذا تفرزت البانية ما يصير تنحمس، لا هاي مثل ما تشوفونها أنا راح أحمسها فد شوية وأخلي المعجون وياي ينحمس. باعوا شلون صارت. وأخلي مية طماطة والدورة أخلي ملح الليمون وماي الطماطة. وهسه راح أخلي ملح نص خاشوقة أكل، والملح حسب الرغبة. وهسه بدت تستوي، يعني بدت البانية تستوي تفور يعني أو تغلي مثل ما نقول. راح أنصل عليها النار، شوفوا مثل ما يعني حتى النار صورت لكم يا هنا البانية روحها. يعني مثل ما أقول البانية مو طيبة بدون لحم، هنا أقول البانية مو طيبة إذا ما تتهدر، تحب التهدير، روحها بالتهدير. هنا هاي مثل ما تشوفون نصيت العين عليها وراح أخليها تشبع تهدير مثل ما نقول إحنا. كل تدها تصير طيبة هدريها هو، وطعمها يجنن يصير. هنا باع شلون بدت تصير وشلون شكلها. طبعا بدا وهاي حبات البانية لا نمردت عندي ولا جزرت. وهنا بدت تستوي، ظلت تقريبا 1.5 ساعة متهدرة. أنا خليتها حسبتها بالساعة لكم 1.5 ساعة، وإذا تريدون ساعتين بعد أطيب. شلون نقول تسبك الدورة تصير طعمها كلش طيب. وهسه بديت راح أصبها وصارت تجنن، وريحتها ما أقول لكم عليها. وسهمنا وسهمكم العافية. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. مع السلامة، في أمان الله.